يستعد الاتحاد العراقي المركزي للتايكوندو لإقامة بطولة كأس السفير الكوري بنسختها الرابعة ولفئة الشباب والشابات، وذلك بالتنسيق مع السفارة الكورية في بغداد. الحقيقة هذه البطولة انطلقت يوم أمس واليوم بمشاركة 67 فريق يمثلون جميع محافظات العراق بواقع 216 لاعب ولاعبة. وهذا احنا عندنا يعني بالمنهاج السنوي للاتحاد العراقي التايكوندو بمسمى بطولة السفير الكوري الجنوبي، وهذه النسخة الرابعة من البطولة. الاتحاد ارتأى انه تصير هذه البطولة لفئة الشباب بنين وبنات لفعاليتي الكورجي والبومسيد لاختيار المنتخبات الوطنية التي ستشارك في بطولة بغداد اوبن اللي ستقام في بداية شهر 11 من هذه السنة. ونتمنى كل التوفيق لجميع اللاعبين واللاعبات أبنائنا للحصول على مراكز متقدمة وتمثيل المنتخبات الوطنية بأكمل وجه إن شاء الله. والله احنا التايكوندو يعني اساسا انا اعتبرها دائما نقول احنا هذا الشيء تعتبر قاعدتها من بعد كرة القدم بالعراق. يعني مثل ما تشوفين حضرتك يعني جايين هسه احنا من ندهوك اكو فرق مشاركة من البصرة من الميسان من اربيل، يعني كل محافظاتنا من الفرات الاوسط بكل محافظاته، و67 فريق مشترك، يعني عدد الحمد لله نعتبره فوق الجيد. يعني قال مدير المكتب الإعلامي لاتحاد التايكوندو أحمد الغراوي إن البطولة ستنطلق في 26 من شهر أيلول المقبل وتستمر على مدى يومين، وتقام نزلاتها في قاعة الشعب في العاصمة بغداد، مبينا أن البطولة ستكون حصرية لفئة الشباب ومن كلا الجنسين، والغاية منها اكتشاف طاقات جديدة لرفد المنتخب الوطني الذي سيمثل العراق في الاستحقاقات الدولية المقبلة. قام الاتحاد العراقي للتايكوندو بالتعاون مع السفارة الكورية بطولة كأس السفير الكوري للتايكوندو لفئة الشباب والشابات للقتال والبومسي. استمرت هذه البطولة منافساتها لمدة يومين. هذه البطولة سوف تفرز لنا منتخب شباب ومنتخب شابات بفئة البومسي وفئة الكورجي للالتحاق في معسكر تدريبي للمنتخب الوطني للمشاركة في بطولة بغداد الدولية التي ستقام في بغداد مطلع الشهر القادم إن شاء الله. بالنسبة لهذه البطولة صراحة مستويات كلش حلوة. بالنسبة لرياضة التايكوندو هي منافسة قتالية، أكيد هناك تشنجات من بعض المدربين واللاعبين للحصول على المراكز الأولى، لكن الشيء المفرح بوجود الخبير البطل الأولمبي مدرب منتخب العراق حبنا بعدة أمور، منها مستوى اللاعبين العراقيين، مستوى اللاعبات العراقيات، تطور ملحوظ بمستوياتهم إن شاء الله تبشر بخير، خصوصا وإحنا لدينا استحقاق بطولة العالم في بداية شهر 12 إن شاء الله في بانكوك للمنتخب الشباب. وأضاف الغراوي إن البطولة ستكون مفتوحة وليست حصرية على الأندية، أي من الممكن المشاركة من قبل جميع الراغبين حتى الأجانب من خارج العراق، وسوف تشهد تنظيما عاليا واحتفالية تسبق انطلاق البطولة، وكذلك ستشهد حضور السفير الكوري الجنوبي وأعضاء اللجنة الأولمبية وعدد من رواد التايكوندو، وتم رصد جوائز مالية للفائزين وكذلك جوائز رمزية للمشاركين، لافتا إلى أن السفارة الكورية الجنوبية الداعمة الأكبر لرياضة التايكوندو في العراق، إذ تقوم بتجهيز الاتحاد بالأجهزة والملابس والخوذ والواقيات بالإضافة إلى الدعم المالي. كلش رائعة، وأشكر رئيس الاتحاد والسفير الكوري على هيك بطولة مرتبة، وأشكر الكباتن وأصدقائي على تشجيع، يعني كلش فرحت لما فزت، ويعني الحمد لله يعني الله ما يضيع تعباتنا. شاركنا باسم نادي غازي الشمال من محافظة كركوك، من أفضل فريق بالعراق، وأحرز المركز الأول 6 ذهبيات حصلنا. بطولة قوية كلش، بطولة ناجحة. مشواري بهذا البطولة أخذت المركز الأول بالبومسي بالفردي، وأخذت المركز الأول بالبومسي الجماعي، وقبلها بسنتين أخذت مركز خامس بطولة العالم بكوريا كانت على عدنان، وبعد شهر عندي بطولة عالم بهونغ كونغ مع العالم، هنا أخذت مركز أول والحمد لله.